السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقاء، عواشركم مبروكة ورمضان كريم. دائما منساوش صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبداو القصة ديالنا ديروا معاكم ديك أبوني وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. القصة ديالنا ديال اليوم سميتها عبد القادر، زينب والجني بطاط. في باب الواد في الجزائر كانت واحد العمارة قديمة من عهد فرنسا، فيها 5 طبقات، وكل طبقة فيها 4 ديال الديور. هاد العمارة فيها 3 ديال الديور اللي ساكنين فيهم الناس، الباقي كل شي خاوي. اللي جاي يسكن فيها كيدوز سيمانة ولا ما كاملاش وكيهرب في حاله. العساسة اللي كيجيو يعسو فيها كاين اللي ما كيكملش شهر ويهرب حتى هو في حاله، على قبل شي حوايج غريبة كتوقع تما. عبد القادر في عمر 31 سنة، ولد الناس، مؤدب، عنده دبلوم ديال التكوين المهني وعنده حقه في الزين، ولكن ما عندوش الزهر في الخدمة. ايام يدفع في السيفيات ديالو الشركات باش يخدم والو، معكسة مع الوقت. عبد القادر كان في باب الواد كيدور كيقلب على خدمة كيما العادة. واحد الوقيته عيا، جلس في القهوة يرتاح وشرب واحد البراد ديال اتاي يقاد بيه المزاج ديالو. شافو واحد السيد جالس ومهموم كيفكر، جال عنده. السلام عليكم، واش هاد الكرسي اللي حداك خاوي؟ قال له واه مرحبا جلس. وهضره جبد هضره. قال له عبد القادر راني حفيت صباطي كنقلب على خدمه والو ما لقيتش. قال له مرحبا، كاينه، حتى انا كنقلب على شي عساس يعس عندي في العماره. عبد القادر فرح وعجبو الحال، خصوصا وهو محتاج يخدم. اعطاه الحاج عمر العنوان وقال له اجي من غدا تبدا ان شاء الله. وداك الشي اللي كان. فاق عبد القادر الصباح فرحان وبدا يقلب على العنوان اللي عطاه الحاج عمر ويسول حتى لقى العمارة، ولقى الحاج واقف حدا الباب مع واحد العساس كبير شوية في العمر، تكون عنده شي 50 سنة تقريبا على حسب الملامح ديال الوجه ديالو. استقبلوا الحاج وعطاه واحد البيت تحت الدروج في العمارة فين يسكن، وقال له يوجد راسه في العشية باش يشد على العساس الاخر اللي غادي يطلق، حيت العمارة خاصها 2 عساسة، ما يمكنش واحد يبقى عاس 24 ساعة. مع ديك 11 ديال الليل جا عنده با الحسن، دق عليه وعطاه السوارت ديال العمارة وقال له إلا سمعت شي حاجة غريبة خصوصا في الطابق الثالث بلا ما تطلع تقلب ولا دير شي حاجة، دير راسك ما سمعت والو. ومشى في حاله. عبد القادر بقى كيفكر في الهضره اللي قال ليه با الحسن وجاتو غريبه. وداك النهار اشتكى الطيح والبرد. في هذيك الليله هز عبد القادر الكرسي ودخلو حدا الباب ديال العماره، جلس في واحد القنت وطلق الراديو باش يونسو. وصلت 2 ديال الليل كيسمع الدقان في الباب بالجهد، 3 دقات مجهدين، وصوت ديال الباب كيتفتح ويعاود يتسد، وبقات كتعاود شي 2 ديال المرات. قال مع راسو واقيلا راه غير شي واحد في هذوك الديور اللي ساكنين فيهم الناس في الطابق الاول كيسد الباب ويعاود يفتحو. دازت واحد الساعه تقريبا كيسمع نفس الدقان ونفس الاصوات ديال الباب. دخلو الشك وهو يتفكر الهضره ديال با الحسن، حس بالخوف في الاول، شويه هو يشجع راسو وحيد الخوف وقال والله حتى نطلع نشوف شنو واقع.
جا طالع مع الدروج، قرب للطبقة الثالثة، هو يجبدو شي واحد من القب ديال الجلابة ديال حتى طاحج على دارو. بالخلعة ناض ما عرف يطلع ولا يهبط، بقى كيقرا في القرآن. الضو كيمشي ويجي، كيبغي يطلع الدروج بحال شي حاجة كتمنعو. كل ما كيزيد يقرا القرآن بصوت مرتفع، كل ما هذيك القوة اللي حابساه كتضعاف، حتى وصل للطابق الثالث وهو مازال كيقرا في القرآن وكيسمع داك الدقان منين جاي، حتى وصل للباب. فتح الباب، بانت ليه واحد البنت زوينة آية في الجمال، لابسة قميص في البيض. بقى كيشوف فيها وهي كتشوف فيه. قالت له زيد مرحبا بك. قال لها انا اللي عارف هو الطبقات ب4 ما ساكن فيهم حتى واحد من غير الطبقة الاولى اللي فيها 3 ديال الديور ساكنين فيهم الناس. قالت له غير ادخل ونعاود ليك. مع دخل الدار وهي طيح على ركابها وبقات كتبكي وكتبوس ليه في يديه وكتقول له الله يرحم الوالدين الى ما اعتقني. بقى كيشوف في الدار مفرشة احسن فراش، كل شيء هو هداك، حتى من الكيسان اللي محطوطين فوق الطابلة لونهم ذهبي وواقيلا مصنوعين من الذهب. بدات كتعاود ليه، قالت له انا سميتي زينب وعندي 30 سنة وهذه 12 سنة وانا محبوسة في هاد الدار، واللي حابسني سميتو بهطاط وماشي من الانس، وباللي هو لاباس عليه من الجل الاغنياء، وباللي ملكها من اللي كانت عندها 18 سنة، من اللي كانت ساكنة مع والديها في نفس الدار اللي هي فيها دابا. حتى فاقت واحد الصباح هي كتشوف امها وباها وكتسمعهم وهما ما كيحسوش بالوجود ديالها، بحال ما كيناش. واخا كتغوت وتبكي كتبغي تقيس شي حاجة باش تطيح ولا تقيسهم هما، كدوز عليهم بحال شي شبح. وبقى والديها كيقلبوا عليها ايام وشهور وما لقاوهاش، كيسحاب لهم هربت من الدار ولا وقعت ليها شي حاجة وغبر ليها الاثار. وباللي والديها بدوا دار الكرا من بعد ما فقدوا الامل من الرجوع ديالها، وكذلك بسبب الخوف اللي كان داير لهم بهطاط في الدار باش يخرجوا منها. ومن ذاك الوقت وهي محبوسة. بقات فيه بزاف وقال لها مرحبا انا نعاونك، يلا معايا دابا. قالت له ما يمكنش ليا ندوز العتبة ديال الباب، الا دزتها غادي نموت ولا نتحرق، هذا هو القانون ديالهم مع البشر المملوكين. ولكن كاين حل واحد. قال لها بقادر اشنا هو؟ قالت له خاصني نشرب 7 ديال الشربات من بير 7 عيون وكاين في مدينة صيفار. وخرج دابا قبل ما يرجع بهطاط ولقاك هنا، يا اما يقتلني ولا ينتقم منك. حيت قربات 4 ديال الصباح وهذه هي الوقيته فاش كيرجع. ووعدني باللي ما تخلاش عليا ونبقى حياتي كامله مسجونه هنايا. وعطاتو قرعه صغيره فيها رماد كحل وقالت له ملي توصل للصفار غادي تلقى 4 ديال الجبال، سير الوسط ديالهم ورش هذا الرماد غادي يبان لك البير. ووعدها عبد القادر وخرج ورجع لبلاصتو بحال ما واقع والو. في الصباح فاش جاب الحسن سولو كي دازت الليله، قال له دازت مزيانه وبلي ما سمع والو من داك الشيء اللي قال. وقال عبد القادر لبا الحسن باللي جاه شي خبر باللي امو مريضه وغادي يمشي شي ايام يسافر ويعاود يرجع. وش الطريق حتى وصل لصفار. كانت الريح مجهدة بزاف. دخل المدينة وبدا كيقلب على البلاصة اللي وصفت ليه زينب حتى لقاها. جبد القرعة ورشها شوية هي تبان له الرملة كتنزل في الأرض وبان البير. طلع عليه بان ليه الماء بحال لون الفضة كيبري.
جبد 7 ديال الجبدات دارهم في القرعة ورجع للطوموبيلة كيجري. رجع للعمارة شافو با الحسن هو يتصدم، قال له اسحاب لي ما غاديش ترجع كيما داروا اللي سبقوك. عطاه السوارت وقال له انا غادي نمشي نرتاح. بالليل بقى كيساين غير وقتاش توصل الجوج باش يطلع لعند زينب. الوقت ما بغاش يدوز بالزربة، داتو عينو حتى ناض مفزوع. سطاح شاف الساعة لقاها 3:30. جبد القرعة وجا طالع في الدروج، قرب للطبقة الثالثة حتى شي حاجة ما وقعت، طلع عادي جدا. عرف باللي داك الماء اللي هاز هو السبب اللي خلاه يدوز بسهولة. وصل الباب ديال الدار، حل الباب، شافتو زينب مشات كتجري لعندو وبقات كتبكي بالفرحة. اعطاها الماء اللي جاب من البير، شربات منه، حسات بحال تحرات وقدرت تحط رجليها برا الباب وخرجات من الدار. شافت في عبد القادر وقالت له خيرك ما عمري ننساه، وهبطات مع الدروج كتجري وخرجت من العمارة. وفي لحظة بان بعطاط، لقى عبد القادر في باب الدار والباب مفتوح. تم عرف باللي حرر زينب وقرر ينتقم منه ويشدو في بلاصتها. في الصباح جا با الحسن، لقى غير سوارت حدا الباب وعبد القادر ما بقاش بان ليه الآثار.